النهاردة هحكي لكم عن بطل حقيقي، مش بس بقى بطل عالم، لكن كمان وراء قلب محارب بجد. اسمه أحمد رجب المصري. موهبة استثنائية من مصر، مقاتل أسد. أنا قابلته في أول بطولة في جيرمان أوبن هنا في ألمانيا. وقتها كنت بكاتشن عليه في الكوميتيه. كان بيقاتل بقوة، مركز وقلبه كله في اللعب. وصل للدور قبل النهائي، بس هناك للأسف الطريق وقف، خسر. كان محطم، حزين، ساكت، باصص في الأرض. أنا شفت الحزن في عينه. رحت له قلت له بعد شهر عندنا بطولة العالم، تحب تكسب النهاردة وتخسر هناك، ولا تخسر النهاردة وتكسب الذهب في أسبانيا؟ بصلي، ورغم انه كان لسه زعلان انا حسيت انه فهم، كان عايز اكتر وكان جاهز لده. بعد شهر كنا في اسبانيا في بطولة العالم. الجو كان نار، القاعة كلها طاقة، بس انا كنت عارف ان احمد خايف، متوتر، لسه فاكر الخسارة اللي فاتت. اشتغلت معاه نفسيا، وقبل اول ماتش بصيت له في عينه وقلت له انا محتاج منك ميدالية النهاردة، توعدني؟ قال لي ايوه اوعدك. وابتدت المعجزة. احمد كسب ماتش ورا التاني بشجاعة، بعزيمة، بقلب اسد. كل ماتش بيعدي بيقوى اكتر لحد ما وصل للنهائي. جالي فرحان ومبتسم وقال لي انا كده مرتاح، وفيت بوعدي، هاخد الميدالية اللي انت طلبتها. كان مبسوط، بس انا لا، كمدرب ومحفز ما كانش ده بالظبط اللي انا عايزه. انا كنت شايف حاجة، ان هو حس انه خلص، ما بقاش جعان للفوز زي الاول. وجي وقت النهائي. انا كنت عارف ان والدته الله يرحمها ماتت تقريبا من سنة، وكانت كل حاجة في حياته. رحت له بهدوء وقلت له انا خدت الميدالية وانا راضي بيها. بصيت له في عينه وقلت بس والدتك شايفاك من فوق من السماء، وهي نفسها في الذهب، هديتها الميدالية دي. ساعتها الدنيا كلها اتغيرت. بصلي مش كصبي صغير، لكن كأسد، كمحارب حقيقي، وقال لي هعمل المستحيل علشان اديها الميدالية دي. وشفت النور في عينه، نار، شجاعة، تركيز، ولا ذرة خوف. حضني وقال لي في خلال كام دقيقة هفرح أمي وهخليها فخورة بيا. قلت له وأنا مؤمن بيك. ونزل الملعب. اللي عمله هناك ما كانش ماتش، كان فن، كان حب بيتحرك، قوة بدون غضب، ما تراجعش، ما ترددش. قاتل كأنه ما عندوش حاجة يخسرها، بس كل حاجة يديها. النهائي كان الأقوى وأعلى سكور في البطولة كلها. الناس كلها وقفت تسقف، بس أنا كنت واقف وساكت بعيد. وكانت فرحتي ممزوجة بعاطفة واحترام، لأن عارف الفوز ده مش بس ذهب، ده كان حب وذكرى ووفاء لوالدته، لنفسه. كل واحد في الدنيا اتكسر، بس قام تاني وكمل طريق.
وده يا جماعة هو المعنى الحقيقي للبطل. البطل أحمد رجب المصري، مقاتل، قدوة، أسد بقلب من ذهب. احنا بنتعلم من القصة دي ما تستسلمش أبدا. حتى لو خسرت النهاردة ده مش معناه إنك فشلت، ده بس معناه إن وقتك لسه ما جاش. ساعات مش بتاخد اللي انت عايزه، ساعات كتير مش بتاخد اللي انت عايزه، ساعات بتخسر، وساعات بتحس ان الدنيا كلها ضدك. بس ما تنساش ابدا، الخسران مش اللي بيخسر، الخسران الحقيقي هو اللي بيستسلم. وبرضه الكسبان مش اللي بيكسب دايما، الكسبان هو اللي عمره ما استسلمش. ممكن تقع، ممكن تشك في نفسك، ممكن تعيط، بس لازم تقوم تاني وكمل طريقك. ما تستسلمش، وقتك جاي. قول لنفسك كل يوم أنا مؤمن بنفسي، أنا ماشي في طريقي، أنا أستاهل النجاح. القوة جوايا، الطاقة جوايا. ما تخليش حاجة توقفك، لا الفشل ولا الخوف ولا كلام الناس، علشان قصتك لسه ما خلصتش. ولو ما استسلمتش أبدا هتنتصر. ربنا وفقك.